ربنا يبعدنا عن الشر ويخلينا دايما في الخير. وإن شاء الله يا رب النهاردة حلقتنا يكون فيها كل الخير لكل حبايبنا. النهاردة احنا امبارح عملنا الفجل. احنا شفنا الفجل اللي انا وريته لكم امبارح اللي هو ده اهو. هو كان شكله غريب على ناس كتير جدا وعليا انا شخصيا اللي كنت اول مرة اشوفه. فاتضح ان هو فيه فوائد كتير جدا جدا، وفي بلاد كتير بتطبخه. احنا هنا ممكن نعمله سلطة، لكن في بلاد كتير زي الهند وشرق آسيا واليابان والبلاد دي كلها بيطبخوه، بيعملوه طبيخ. احنا النهارده هنطبخه وهنعمله عصير. العصير اتضح ان هو لما بتعمله عصير الفجل، حتى لو كان الفجل البلدي بتاعنا اللي هو حراق شويه، بيجلي الصدر ويفتح كده شرايين الصدر ويجلي الصدر من الكحه ويخلي صدركم مجلي زي الحله النحاس. وهنطبخه النهارده زي البطاطس بالظبط، وفي ناس كمان بتعمله شوربه. بشكر كل حبايبنا اللي بعتوا لي على الصفحه وادوني وصفات لطبيخ الفجل. ناس كتير قوي بعتوا لنا على الصفحه ازاي نطبخ الفجل. طلع منه بيتعمل شوربه وبيتعمل عصير وبيتعمل سلطه وبيتدخل جوه الرز وبيتاكل مع المكرونه. طلع منه وصفات كتير قوي. ادي احنا بنعمل الجديد علشان ما تقولوش يا غاليه انت بتعملي القديم بس. ادي جديد وقديم ونتعلم مع بعض. هو طريقته سهله. نجيب بس سكينه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير فجل وطماطم وبصل ترنشات، بصله حلوه كده، وفلفل اخضر وملح وبهارات وفلفل اسود وزيت. هو يتحط له زيت مش سمنه. هنمسكه بقى الاول نقطع كده الزر ده. المقادير تاني: طماطم هتتقطع ترنشات، وبصل ترنشات، وفلفل اخضر، وملح وبهارات وفلفل اسود وزيت. وهندخله الفرن بس كده. هنمسكها بس كده نقيفها اهي وتتقشر. هنقشرها بقى كده اهي، زي ما يكون كده بنقشر جزر او اي حاجه. تتقشر كده بالطول تقشيره خفيفه اهي. ممكن لو ما لقيناش الفجل ده ممكن نعمل الفجل البلدي بتاعنا. ايه اللي هيجراله؟ ولا هيجراله اي حاجه. الاتنين نفس الطعم ونفس الريحه، وبرده طعم اللي هو يبقى حراق شويه زي الفجل البلدي بالظبط. يعني اللي ما لقاش ده وحب يجرب او يعملوا عصير عشان صدره لو تعبه، عادي يجيب الفجل البلدي بتاعنا مش هيجراله اي حاجه اهو. بس لازم يتقشر عند ما انتوا هتيجوا تعملوه على طول، ما ينفعش يتقشر ويتركن. لونه وريحته بتغير لو اتركن متقشر اهو كده. ان شاء الله يا رب كده رمضان يعود عليكم بالايام والخير، وكل اللي هيعمل خير هيلاقيه. اعمل الخير تلقى لو في خلصناها كده. هنخرطها بقى زي ما بنخرط البطاطس، حلقات زي البطاطس بالظبط اهي كده. بس ما نعملهاش حلقات رفيعه، يعني تبقى ماسكه نفسها شويه، عشان ده كله ميه غير البطاطس. البطاطس بتبقى يعني لحد ناشفه حبتين، لكن ده كله ميه. اول ما هيشم النار هيبتدي يخس، فلو عملتوها رقيقه هتتقطع.